سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، أصحاب السيادة والجلالة والسمو، لن أتحدث عن حقوق الفلسطينيين التاريخية الثابتة وحتمية التمسك بها، أو عن صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني وواجبنا في دعمهما العاجل والفوري، ولا عن شرعية المقاومة في كلا البلدين وما جسدته من شرف وكرامة ورقي، وما قدمته من أيقونات بقادتها الشرفاء ومقاتليها الشجعان. لن أتحدث عن نازية المحتلين الصهاينة وجرائمهم وكيانهم المصطنع، ولا عن تحول الغرب من داعم لهذا الكيان وجرائمه منذ قيامه إلى شريك مباشر ومعلن فيها، فهذا لن يضيف شيئا لما يعرفه غالبية العرب والمسلمين وما يعرفه كثيرون غيرهم في العالم اليوم. أما عن قمتنا فمنذ عام مضى التقينا وعبرنا، أدنا واستنكرنا، ومنذ عام والجريمة مستمرة، فهل نلتقي اليوم لكي نستنسخ الماضي الراحل وأحداثه أم لنبدل في مسار المستقبل القادم وآفاقه؟ ففي العام الماضي أكدنا على وقف العدوان وحماية الفلسطينيين، وكانت محصلة السنة عشرات الآلاف من الشهداء وملايين المهجرين في فلسطين وفي لبنان. وفي العام 2002 طرح العرب مبادرة للسلام، فكان الرد المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين. وفي العام 91 قررنا عربيا الدخول في لعبة النيات الحسنة الأمريكية عبر المشاركة في عملية السلام في مدريد، فكان سلامنا حافزا لحروبهم وتشريعا لاستيطانهم. وهذا لا يدل على خطأ في التوجهات، وإنما على قصور في تحضير الأدوات. فأداتنا هي اللغة وأداتهم هي القتل، نحن نقول وهم يفعلون، نقدم السلام فنحصد الدماء. بقاء النتائج على حالها يستدعي إبقاء الأدوات المستخدمة ذاتها. أما تغيير تلك النتائج وهو ما نسعى إليه جميعا فيتطلب استبدال الوسائل والآليات القائمة المجربة مرارا وغير المجدية تكرارا. فإذا كنا متفقين حول المبادئ المطروحة فكيف نحولها إلى تطبيق على الواقع بتحديد أهدافها والنتائج التي نرمي إليها، بتحديد أدواتها المتوفرة من أجل تحقيقها، بتحديد الجهة المستهدفة منها والذي من شأنه تحويلها من نيات إلى أفعال، ومن خطة إلى إنجاز، ومن بيان إلى واقع. وقد تبدو الأهداف من البدائه بالنسبة لأي منا عند ذكر الحقوق المستباحة للشعب الفلسطيني، لكن ما قيمة هذه الحقوق بمجملها عندما لا يمتلك الفلسطينيون أساسها وهو حق الحياة؟ ما قيمة أي حق يعطى في أي مكان من العالم في أي مجال من المجالات للأموات؟ هذا يعني أنه مع أهمية العمل من أجل استعادة الحقوق الشرعية كافة، فالأولوية